تنوع في المنتوج واستقرار في الأثمنة، هكذا يبدو المشهد في سوق التمور بالراشدية. الحركة داخل السوق أكثر انتظاما بين الزبائن يقصدونه باكرا لتفادي الذروة، وآخرين يفضلون ساعات المساء حين يشتد الإقبال وتتحول الممرات إلى ما يشبه جولة قصيرة في جغرافيا الواحات. الأثمنة كتراوح ما بين المجهول ما بين 100 درهم حتى ل 40 درهم، الفقوس كيتراوح ما بين 35 درهم 40 درهم حتى 60 درهم. الانتاج الحمد لله موجود هذا العام، الجوده كاينه، انواع ديال التمور، كاين المجهول، كاين البوسكري، كاين الفقوس، كاين الزرزاوه، كاين بوسليخن، كاين الحفص، كاين الخلط، كاين ادمو، انواع متعدده، كلها انواع محليه منتوج ديال البلاد. يعكس المعروض هذا العام تنوعا لافتا من التمور الطرية وشبه الجافة، إذ تحضر أصناف واحية معروفة بالمنطقة والجهة، ولا يقتصر العرض على التمر في شكله التقليدي، بل يمتد إلى مشتقاته التي صارت تكتسب مكانة أكبر لدى المستهلك. المهم راه الرشيديه معروف عليها المنطقه ديال التمر تبارك الله الخير، وجميع الانواع فيها ديال التمور الحمد لله معروفه من قديم الزمان، ماشي دابا. هذا الشهر هذا اللي قبل رمضان تيكون فيه الحمد لله الرواج، ويكون فيه الحركه وكلش، وتيكون حتى الطلب على التمر. لا الحمد لله عادي، الخير موجود الحمد لله. هذا العام هذا الخير موجود كاع، اللهم لك الحمد. تمنيت الحمد لله الخير موجود. تعرف هذا العام هذا اللي داز تبارك الله موجود فيه الخير التمر، والحمد لله الخير موجود. راك شفتوا السوق كي داير، كل شيء يقدر يشري. اي اللهم لك الحمد، كل واحد على حسب الطاقه ديالو، كل واحد على حسب الطاقه ديالو. راه تبارك الله كاين الفكوس، المجهول، اي جميع الانواع كاينين. يكتسي قطاع التمور أهمية استراتيجية بالمجالات الواحاتية، خاصة بجهة درعا فيلالت التي تظل القطب الرئيسي للإنتاج، حيث تساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني. وعلى المستوى الاقتصادي تدر هذه السلسلة رقم معاملات سنوية يفوق 2 مليار درهم، إذ تشكل مصدرا للعيش لفئات واسعة من الساكنة بهذه المنطقة.